رحلتنا النهاردة لبلاد الفرس أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تاني أكبر دولة إسلامية بالشرق الأوسط من حيث السكان والمساحة كمان، وبعدات جمعت بين العادات العربية والعادات الفارسية. اتميزت إيران في شهر رمضان عن أي مكان في العالم. خليكم معانا وأهلا بيكم في إيران. شهر الطاعة وضيافة الله وربيع القرآن، ده الاسم اللي أغلب الإيرانيين بيسموه لشهر رمضان المبارك. بيبدأ الاستعداد لرمضان قبل الشهر الكريم تقريبا بأسبوع، بتنظيف البيوت والمساجد وشراء المواد الغذائية اللازمة اللي هيتم استخدامها خلال شهر رمضان الكريم. بيتفق أغلب الإيرانيين في أسلوب الفطار، فبعد أذان المغرب بيفطروا وجبة خفيفة جدا بتتكون من كوباية شاي أو حليب ساخن مع القاش أو الهريسة. والقاش ديت أشهر أكلة رمضانية في إيران، وبتكون عبارة عن شوربة من مجموعة من الخضروات والبقوليات، والهريسة دي حلوى. وبعد أذان العشاء بساعة تقريبا بيتناولوا الوجبة الأساسية اللي بيسموها العشاء. فالإيرانيين عندهم في رمضان 3 وجبات، وهما الفطار والعشاء والسحور. أما بقى في العادات الرمضانية فلكل مدينة ليها عاداتها الرمضانية كأنها دولة منفصلة. فمثلا في مدينة شيراز التابعة لمحافظة فارس بيستقبلوا رمضان هناك برمي الحجارة على الأرض وطلب المغفرة من ربنا، وبإن هم تركوا الأعمال السيئة زي ما رموا الحجارة على الأرض بالظبط. وبتتميز مدينة سيستان ومدينة بلوشستان عن كل المدن الإيرانية بوجود المسحراتي من أول يوم لآخر يوم في الشهر الفضيل. ومن العادات الجميلة جدا في مدينة بلوشستان هي تبادل الأطباق بين الجيران طوال شهر رمضان الفضيل، واللي بتتسمى العادة ديت هناك باسم إيريك وبيرك، بمعنى الأخذ والعطاء. أما أهل مدينة كيلستان فبيتسابقوا على الصعود للمرتفعات وأسطح البنايات العالية لتحري هلال شهر رمضان المبارك، معتقدين إن الشخص اللي هيشوف الهلال الأول هيكون ليه أجر وثواب أكتر من الباقيين. وبالرغم من إن إيران ما فيهاش مساجد سنية، لكن أهل السنة في إيران والمنتشرين في كذا مدينة أشهرهم مدينة كردستان فبيهتموا بصلاة التراويح اللي في الغالب بتكون 20 ركعة. ومن العادات الثابتة عند الشعب الإيراني هو الخروج في الجمعة الأخيرة من رمضان في مظاهرات لنصرة القدس الشريفة، ويسموا الجمعة ديت بيوم القدس العالمي. ده بالإضافة طبعا لعرب إيران اللي بالرغم من إن نسبتهم لا تتعدى 2%، فالعادات العربية وخصوصا العراقية والخليجية منتشرة جدا بينهم، بالخصوص في مدينة الأهواز جنوب إيران. ودي كانت أهم العادات الرمضانية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أتمنى يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ومتنسوش تعملونا لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في فيديو جديد، وشكرا.